هاي السلام. باش انك تكون كتفهم مشاعر الناس الاخرين وتقدر تقراهم، واحد الحاجه اللي ماشي سهله. هاد الحاسه السادسه اللي ما عندش بزاف د الناس، الا قدرتي تكتسبها ما غتسبقش الاخرين بدرجه فقط، وانما غتطلع للقمه وتبقى تطلع عليهم. فهم مشاعر الاخرين هي اكبر نقطه قوه عند المحتال. من بعد ما كيقرا مشاعر الضحيه ديالو انطلاقا من لغه الجسد ديالها، كيقدر يوجهها لانها دير داكشي اللي بغا منها. والضحيه بدون علم منها كتخدم مصالح شخص اخر، كتخليه ياخد مصلحته منها بكل اريحيه ولو كلفها الامر ضر راسها. بالنسبه للضحيه فراه ما كتكونش واعيه بهذا الشيء، بالنسبه ليها راه كدير شي حاجه زوينه، حيت هو بغاها تشوف الاحتيال ديالو ليها بهذه الصوره. من بعد ما غتقدر تفهم مشاعر الناس الاخرين، غتقدر تتحكم في الناس، غتقدر تلعب بالناس، غتقدر تخلي اي واحد يدير داكشي اللي بغيتي انت، غتخلي اي واحد يعطيك اي حاجه بغيتيها منه وبخاطرو. ما قدر السيجما يحطم خطط المحتالين حتى ولا هو اكبر محتال، ولكن واش السيجما كيضر شي واحد بهذا الشيء؟ بطبيعه الحال لا. انت وانتي كوولفز ضروري تولي اكبر محتال، ولكن بطبيعه الحال هادشي ما غضر به حتى شي واحد، غتحمي به راسك وغتحمي به الناس اللي دايرين بك. الجانب الايجابي من انك تفهم مشاعر الاخرين ما كينحصرش فقط في انك توقف في وجه المحتال، كاين حوايج كبر وكبر. هاد الحاسه السادسه غترد منك مغناطيس. من بعد ما غتفهم مشاعر الشخص اللي قدامك، غتقدر تتصرف بالطريقه الصحيحه، الطريقه اللي غتخلي اي واحد يرتاح ليك. هكا العلاقات ديالك غيتحسنوا بزاف، غيسهل عليك تربط علاقات مع ناس راقيين في التفكير ديالهم، الناس اللي ما كيكونوش متاحين لاي واحد. بخلاصه غتولي مغناطيس بمعنى الكلمه. هذا غيكون هو الفيديو الثاني من ثلاثه الفيديوهات اللي كيكونوا الذكاء العاطفي. باش تفهم هاد السلسله القصيره غنخلي لك هاد الفيديوهات في الاخر د الفيديو. ودابا نبداو. فاش كندوي على المشاعر فراه كندوي على الخوف، كندوي على الغضب، كندوي على السعاده. كاينين الناس اللي ما كيقدروش يتحكموا في هاد المشاعر، وكاينين الناس كيعرفوا مزيان كيفاش يتحكموا فيهم. بالنسبه اللي ما كيقدرش يتحكم، سرعان ما غادي تعرف طبيعه المشاعر ديالو في ديك اللحظه انطلاقا من لغه الجسد ديالو. فقط بعض الاشارات من اعضاء جسم الشخص الاخر وتعرف اين حاله هو فيها. هاد الاشارات غنشرحهم لكم دابا ونقول لكم شنو كيعنيو. من بعد ما غتفهم هاد الشي وتطبقو ماشي مره ماشي جوج، من بعد مده من التطبيق غتولي عندك خبره فيه، غيولي جزء منك، وهكا غتولي انت ولا انتي من الفئه الثانيه. غتعرف كيفاش تتحكم في لغات الجسد ديالك، يعني الشخص الاخر ما يقدرش يقراك بالطريقه الصحيحه، غيقرا فقط داكشي اللي بغيتي يقراه. ولكن حتى هاد الناس اللي كيعرفوا يقراو مزيان لغات الجسد عندهم واحد الثغره، غنقولها لكم في الاخر د الفيديو ان شاء الله. ودابا غنشرحوا لغات الجسد. الراحة ديال الشخص في داك الموقف اللي نتوما فيه تقدر تلاحظها من الحجبان. الا كان مرتاح راه حجبانو غيبقاو عاديين. تقدر تعرف منهم كذلك ردود الفعل ديال المفاجأة والقلق والخوف. الا حرك حجبانو بطريقة لا ارادية، عرف راه الهضرة اللي قلتي خلاتو يحس بشي شعور ماشي هو هذاك. التواصل غير اللفظي، كمثال نبرة الصوت، تقدر تستعملها كرد فعل الا كنتي في شي موقف ما تبغيش تدخل في مشادات مع شي واحد، تبدلها كتحذير. مثلا الفم، الا بغيتي تتاكد من ان الشخص الاخر متوتر لاحظ الفم ديالو. الا بالك الفك مزير عرف بلي راه بصح متوتر وما مرتاحش، اما هضرتك ما عجباتوش ولا هو كيفكر في شي حاجه مقلقه. الطريقه اللي كيتمشى بها شي شخص، ولا كيفاش جالس، ولا كيفاش واقف، تقدر تعرف من هذا الشيء واش في ديك اللحظه هو طايق في راسو ولا لا. الا كان واقف باستقامه كتافو راجع للور وكيشوف قدامه، ولا جالس وموقف ظهرو وحاط يدو على شي حاجه حداه، عارف بلي طايق في راسو. اما لا كان كيشوف في الارض وحاضر ظهره فغالبا هو في حالة ضعف وكيحس بالنقص. الا كان الشخص الاخر جالس وكيميل جهتك فراه اما كيحترمك ولا باغي يقولك شي حاجه. مني غتتصرف مع شي شخص بحال هكا غتحسو بالثقه وغتخليه يرتاح ليك. الا كان عندك شي خوك صغير باقي كيرضع فراه هاد البلان غيعاونك تقرا لغات الجسد الام ديالك. الا كنتي باغي تطلب منه شي حاجه تاكد واش هز البيبي باليمين ولا باليسار. الا شتيها هزها باليسار عارف راه فرحانه غيطلب منا اللي بغيتي. الا شتيها هزها باليمين خلي داك الطلب من بعد وسير شوف الوالده ديالك مالها. ماشي غير هادشي اللي كاين في لغه الجسد، كاين بزاف د الحوايج واحد اخرين، حاولوا تبحثوا شويه اكثر. بالنسبه ليا كنشوف ان هادشي يقدر يعاونك فقط مع الناس اللي ما عارفينوش، ولكن الاغلبيه راه ولا كيعرف هادشي، يعني هادشي راه ولا ساهل يتصنع. بالنسبه للثغره اللي دويت لكم عليها هي العين. العينين عالم بوحدو، وكل ما درتي تواصل بصري مع شي حد كل ما غتستافد شي حاجه. ديما وانت كتهضر شوف الشخص الاخر في عينيه،
هادشي كيدل على الثقة ديالك في راسك، وغيخليك تعرف اي رد فعل قام به الشخص الاخر تجاهك. حتى هنا الوولفز غيكون انتهى الفيديو. خليو لي الرأي ديالكم في كومونتير. ها انستغرام اللي بغى يضيف اي حاجة راه غيلقاني تما. شكرا على وقتك، شكرا على الدعم ديالك، كنبغيكم الوولفز. تهلاو.